واخيرا الفيديو المنتظر، فيديو زينة رمضان. متحمسة كتير انكم تشوفوا الفيديو للاخير لاني عن جد الفيديو كتير رهيب، ومتحمسة اكتر لاشوف تعليقاتكم وارائكم بالكومنتات تحت، فلا تنسوا تكتبوا لي تقييمكم. واذا كنتوا اول مرة عم بتشوفوا قناتي نور انفينيتي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل حتى يصلكم كل شي جديد انا عم نزله. والاهم من كل هذا بتكاليف كتير بسيطة وموجودة في كل بيت، ما كلفني تقريبا غير $1 بالنسبة للهلال. عملته من قبل بيوم بليلة ولزقته وزبطته، فتركته ليلة كاملة منشان ينشف. وهون تاني يوم الصبح جبت المسقب اليدوي وسقبته بهذا الطريقة وحطيت الليد بقلبه. مثل ما لكم شايفين عندي الليد محل الأضوية طوال شوي، فكتير ساعدني اني احط الليد بهذا الطريقة، وطلع منظر كتير جميل ورهيب. وهلا رح تشوفوا النتيجة بالاخير ان شاء الله. والستاند اللي لزقت عليه الهلال ما بتتخيلوا صبايا شو هو. أنا عندي ستاند تصوير جبته أول ما بلشت يوتيوب، جبته من الشيئين، فبس ما حبيته لأني شوي هيك بيهز، يعني بحرك الكاميرا كتير. هذا هو. فاستخدمته لعلق عليه الهلال، وعن جد طلعت نتيجة كتير بتجنن. هذا الهلال تساعدت عليه كل العيلة، أنا وجوزي والولاد. جوزي قصلنا الهلال، ومثل ما لكم شايفين هون هو بعلق لي الستاند على الهلال، وأنا والولاد يعني لزقنا عليه المحارم لأني أخذ معنا وقت كتير طويل، فكنا قاعدين وعم نتحادث ونتناقش. فإذا حابين تشوفوا رجعوا للفيديو الماضي بتشوفوا كل التفاصيل. أول شي بالنسبة للزينة، أخذت أو فكرت في بالي شو هي الزينة اللي بدي أعملها، شي جديد في بيتي إنه تكون شوي مخالفة للأساليب والزينة اللي كنت أزين فيها البيت سابقاً. فحطيت الفكرة في بالي وبلشت بقى أدور على الأشياء اللي بدي إياها. الأشياء اللي اشتريتها يعني ما عرفت مكان ما جبت منه، يعني كل تقريبا غرضين 3 من مكان. وهون هالطرت الشيئين أول شي فتحته، مثل ما لكم شايفين يا صبايا أجوني الهلال مكسرات، هن 3 يعني 3 قطع وكلهم مكسورات، فكانت يعني فاجعة كبرى بالنسبة لي. وهن هدول أساس الزينة اللي بدي إياها. بس قلت يا نور توكلي على الله وما هي مشكلة، كملي زينتك وإن شاء الله رح يطلع معك شي كتير حلو. فمثل ما لكم شايفين هون أول شي طلعت الأغراض وعم بفرجيكم إياهم شو جايبه. وطبعا ما بيصير أبدا إني أوصي على شي معين من الشيئين إلا ما أجيب معه شي تاني. يعني مثلا هلا أنا هذا الفيديو لزينة رمضان، فلازم يكون الطرودة بس لزينة رمضان، بس أنا وصيت على 2-3 هيك إكسترا. مثل هذا البوت بنتي إيلين كتير حبته وعجبها، فقلت اخطي ما بدي أكسر بخاطرة وأستنى للطرد اللي بعده، لا خلص بجيب لها إياه مع زينة رمضان. وحبيت أفرجيكم إياه وأعطيكم تعليقي الأولي عنه. هلا هو كتير حلو، موديل كتير حلو وخفيف على الرجل، فرح نشوف هلا على الاستخدام كيف رح يكون، لأني بالنسبة لي هي أول مرة أنا بشتري من الشيئين أحذية. وجبت لها هاي السبينر كمان لبنتي، كمان اللي تابعني واللي بيعرف من كم فيديو سابق جبت مثلها وحدة لابني أحمد لونها خضراء، فبنتي إلين كتير حبتها فجبت لها وحدة ذهبي. وجبت لهم للبنات هذا المشط كمان، بناتي شعرهم مجعد لوكيت، فما بيناسبهم أي مشط، يعني بدهم مشط خاص لشعرهم. فجبت لهم هذا النوعية كتير ممتازة للشعر الجعد. جبت لهم واحد، وكل فترة أنا بجيب لهم واحد يعني، فكان لازم واحد جديد جبت لهم إياه. هذا من $1 ستور. وشفت هدول كمان كتير حبيتهم هدول الخواتم لإلي، كمان جبت هدول يعني هيك كيوت وظريفات وحلوات. وهدول المسابح بيجوا بباكيت واحد، هن 5 قطع، هن أساس فكرتي لزينة رمضان لهي السنة. هالسنة حبيت أزين البيت بطريقة كتير سبيشال وكتير هيك لتكون هيك ظريفة وكيوت. فجبت هذا الستاند الميزة اللي فيه الحلوة إنه هو مالكم مضطرين إنكم تسقبوا الحيطان وتعلقوا عليه، لا هذا هيك بيجي زرك يعني. هلأ هو كمان بستخدم لعدة أماكن، بتريدوا بالحمام، بتريدوا بأي مكان تاني يعني تعلقوا عليه برداية، فأنا حبيت أستخدمه هون. عندي هذا باب الصالون ماله بواب وهو عريض، يعني مدخل عريض هيك حلو يعني شرح مثل ما بقولوا، فحبيت أعلقه بهالطريقة وحط هدول المسابح بقلبهم.
وهدول العروقة جبتهم كمان من الشيئين، كتير حبيتهم وكتير ظريفات لفكرتي. هن عروقة بيجوا ورق مع وردات. الباكيت بيجي فيه عرقين من هدول الورود تقريبا شي مترين بتوقع طوله العرق، وحطيتهم علقتهم على الستاند. هلا رح تشوفوا كيف علقتهم، كمان طلعوا منظرهم كتير رهيب. علقتهم بهاي الطريقة وحطيتهم اثنيناتهم معاكس بعض، شي انه يعبوا هذا الستاند وما يتم هيك كتير في فراغات، فكانت النتيجة كتير حلوة. وهدول العروق كمان خضر بس وراء يعني. جبتهم كمان من الشيئين، هن بيجوا 6 حبال مع بعضهم، هن بباكيت واحد طبعا. كمان كانوا سعرهم كتير رمزي، على الكرون على حسب ما أتذكر 30 كرون، يعني تقريبا $3، يعني مبلغ كتير كتير بسيط. هلا أول ما فتحتهم شميت فيهم ريحة هيك النايلو تبعيتهم، بس بعدين هيك بعد شي 2-3 طالت الريحة وما بقى فيهم مشكلة يعني. وهون يا صبايا هدول الهلال قلت لكم انكسروا، يعني انزعجت كتير كتير. بس سبحان الله، يعني أنا كنت رايحة على الدولار ستور وشفت هدول بالدولار ستور وجبتهم منشان أعلقهم بمكان ما. يعني كنت حاطة فكرة في بالي بدي أعلقهم يعني بمكان ما، بس وقت شفت هدول الهلال مكسورات قلت ليش ما أستخدمهم وأعلقهم يعني على الستاند، لأني كانت الفكرة أني هدول الهلال أعلقهم على الستاند. فأخذتهم وعلقتهم بطريقة كتير حلوة. عندي خيطان نايلو، في هدول خيطان نايلو شفاف، وهداك خيط مثل بلفوا فيه الهدايا. بس فضلت اني استخدم هدول لاني ما حبيت احط اللون الابيض، رح يطلع منظر مو حلو ابدا، يعني مو لائق. فقصيتهم، اخذت الطول المناسب اللي بدي اياه وقصيتهم، واخذت وحده بوحده هيك الف الخيط بقلبها واربطها على الستاند. وعن جد يعني طلعت النتيجه مثل ما بقولوا ناجحه، والفكره طلعت كتير كتير ناجحه. وسبحان الله، واحد عن جد وقت هيك شوي بشغل مخه بيحسن بزبط الامور وبزبط الوضع. وقبل ما نكمل الفيديو يا صبايا، في نقطة حابة أحكي عنها لأني عم بشوف في خلاف كتير عليها هاي النقطة، واللي هي زينة رمضان. في عالم مع أنه العالم تزين، وفي عالم ضد أنه هي تزين. طبعا أنا بحترم كل الآراء، بس رح أحكي لكم أنا وجهة نظري وليش أنا بزين. هلأ بتعرفوا أنه أنا عايشة ببلد أوروبي، مالي عايشة بدولة عربية. فالفكرة من زينة رمضان إنه أنا بدي أعرف أولادي عن رمضان، بدي أعرفهم عن ديننا الإسلامي، بدي أحببهم برمضان أكتر. بأوروبا صبايا أي شيء بيعملوا له احتفال كتير كبير، بيتموا بيزينوا وبيحتفلوا وبيخلوا الأولاد تشارك بهذا الشيء. فالأولاد عم بتشوف إنه العالم الدول التانية يعني عم تحتفل بشغلات إنه هي طبعا طقوسهم الخاصة عم تحتفل فيها. فليش نحن ما نجي نحتفل لأولادنا كمان بطقوسنا الخاصة ونورجيهم إنه نحن كمان عنا شيء إنه نحن نحتفل فيه بالنسبة للأولاد. لأني هون كتير كتير أمر صعب، الأولاد ما عم بتحس برمضان ولا بأي شيء، فكيف بقى إنه هيك يطول كمان إنه ما نزين لهم ولا نعمل لهم أي شيء، فما رح يحسوا برمضان. فهي الفكرة يلي عايشين بأوروبا إنه بيزينوا وبيعملوا لأولادهم، وأنا مع هاي الفكرة. ليش لا؟ ليش ما نخلي أولادنا يقربوا لدينهم أكتر؟ ليش ما يحبوا دينهم أكتر؟ أنا صبايا بتعرفوا الأولاد إيش قد بيستنوا رمضان بس مشان نقعد نزين، مو بس كمان مشان نزين، هن بيعرفوا عن رمضان وليش نحن منصوم وشو الأسباب اللي بتخلينا نصوم، بس كمان هن بيفرحوا كتير وقت بيشوفوا الزينة. يعني تخيلوا الأولاد وقت دخلوا على البيت، وقت دخلوا على الصالون وشافوا الزينة، طاروا من الفرحة وراحوا على المدرسة وحكوا لرفقاتهم وحكوا لأنساتهم، كانوا كتير مبسوطين. يعني عم يحكوا وبيشرحوا مثل ما بقولوا من قلب قلبهم. ومثل ما شفتوا يا صبايا، علقت معكم الليد على شكل فوانيس، كمان جبته من الشيئين علقته فوق الستاند، هيك بيعطي كمان جمالية أحلى. وبتعرفوا أنتوا الإضاءة يعني سبحان الله بتحلي أي مكان موجود فيها. وعندي هون بقى قمت أغير بقى زوايا البيت. أنا من شخص بتلاقوني هيك كل تنظيفة عميقة بقوم بقى بغير بزوايا البيت، بتكون الأشياء نفسها عندي إياها، ما بساوي شيء جديد أو ما بشتري شيء جديد، بس إنه بشيلها من مكان بحطها بمكان بحس كأني دخلت على صالون جديد.
هون يا صبايا عندي هذا الليد مكتوب عليه رمضان كريم. بتوقع جايبته أنا من الفندق على ما أتوقع، لأني صار له زمان عندي، صار له شي 3 سنين 4 سنين. فهو هيك بيصير على البطاريات وبيصير على الكهرباء ديركت يعني. وقله جهاز تحكم بتطفوه يعني بتشغلوه، بتعلوا الإضاءة، بتطفوا الإضاءة مثل ما لكم شايفين هون. كمان بتغيروا الألوان، فالولاد كتير بيحبوه. كل شوي بيجي ولد وبغير لونه يعني على حسب ما هو بده. وبالنسبة للزينة وهيك أنا من زمان بزين، يعني من أول ما وعوا ولادي على الدنيا بلشت أزين. فكنت أساوي شغلات صبايا على إيدي. يا ريت هداك الوقت كنت أنا بصور وفاتحة يوتيوب لأفرجيكم الشغلات اللي كنت أعملها. كنت أعمل شغلات من ورق وكراتين، بس مشكلتهم الورق والكراتين ما بتحسنوا، بتعيفون عندكم لفترة طويلة. المشكلة الكرتون على الفترة الطويلة واللازق والصمغ اللي بتحطون بتطلع ريحة كريهة في البيت. فخلص انه بس يخلص شهر رمضان يعني مضطرين انه انتوا تكبون وتشقون وتعملوا شيء جديد كل سنة. فكنت كل سنة اخترع شيء جديد واساويه. يعني لو يصح لي بس افرجيكم، مرة عملت سنة من السنين جامع من الورق وهيك، ياي شو طلع حلو. ما تم حدا عندي دخل على البيت الا ما يقول لي اول شغلة من وين شريتي دلينا. اقول لهم انا عملته، فيقولوا لي حبابة يا نور عاملين منه يعني. فكان كتير ممتع وكتير كتير حلو. وقت الجيت بدي أشتغل بالبيت وأزين بعد ما نظفنا وزبطنا وخلصنا الأمور، قلت له للولاد تعوا ساعدوني. ابني أحمد الكبير وبنتي إميلي الصغيرة قال ماما ما راح نساعدك، بدنا نشوفه مفاجأة. هن بيحبوا كتير، هدول الطفلين عندي بيحبوا يتفاجئوا، بيحبوا يشوفوا كل شيء هيك باللحظات يعني الأخيرة، مثلكم الله وكيلكم، بيحبوا هيك يشوفوا كل شيء هيك مفاجأة سوربرايز يعني. أما بنتي إيلين الوسطانية، هاي مثل ظلي، وين ما بروح بتكون إلين معي. فكانت متواجدة معي خلال التزيين كلياته. فكانت هي ما وراء الكواليس عم بتصور معي وبتشيل وبتعطيني وبتحط. فهون هي حبت تشيل الفروة وتحطها في الأرض. قالت لي ماما حبابي بدي أنا أحطها. قلت لها تعي ما في أي مشكلة. فهي حطتها وزبطنا هيك ركن كتير حلو جنب التلفزيون مثل ما شفتوا. وهون عندي هدول الوجاه المخدات كمان جايبتهم من الشيئين من شي تقريبا 2 أو 3 سنين. جايبتهم هيك على لون بترولي، لأني وقت كنت ساكنة ببيتي السابق وكان عندي عفشي غير عفش، فكنت مدخلة لون البترولي في البيت. فكنت كمان كتير يعني هيك حبيتهم، مميزات موديلهم. فجبتهم ولبستهم للمخدات وحبيت أحطهم هيك. هلا رح تشوفوا وين جنب المراية هيك أساوي ركن صغير للصلاة. وفعلا عن جد بشغلات كتير بسيطة موجودة عنا بالبيت نحسن نعمل شغلات كتير رهيبة ونصنع فكر كتير حلوة وبطرق كتير بسيطة، وهيك تكون سبحان الله كل وحدة إلى ذوقها الخاص وإلى لمساتها الخاصة ببيتها. هذا الليد عندي اياه انا من زمان، وهذا الفانوس جبت 2 منهم مثل ما شفتوا، واحد كبير وواحد صغير. حبيت احط واحد هون جنب المراية بالممر يعني، وحطيته هيك بالزاوية طلع كمان كتير حلو. والتانية مثل ما شفتوا حطيته عند المراية. وعندي هون بقى قلت لكم بقى منشيل من مكان منحط من مكان. هاي عندي اياها كمان شريتها من زمان طبعا من ديكور البيت، وحبيت احطها بهاي الزاوية وحطيت فيها الشمعة الفضية. جينا بقى هون على ديكور الممر. فكرتي لهي السنة اني اكتفي بتزيين بس الصالون وهذا الممر اللي جنب الصالون، انه هيك بيطلوا على بعض ومبينات وكشفات على بعض. فشفت هي اللي هي باليسك او هدول الرفوف يعني بمحل اليسك، حبيتها كتير وجبتها. هلا هو كان فكرتي لها منشان اجيبها اساس شريها منشان هي
الفواحة العطرية. عندي إياها، هي الفواحة العطرية أنا بحطها بالصالون، بس وقت اللي بشغلها بتدخلوا بس على الصالون بتشموا الريحة اللي كتير الطيبة. بس أحيانا وقت بشيلها هيك بحطها بالأرض هون بالممر، وقت تدخلوا على البيت بتشموا البيت كلياته ريحته طيبة. فكان بدي إنه هيك عم بفكر بفكرة إني أحطها أو على شو بدي أحطها. فالمهم فكرت كتير وطلعت وتفرجت كتير، فلقيت أحلى شيء إني أجيب هيك هلا علقة بالحيط وأحط عليها. فسبحان الله اغتنمت الفرصة، مثل ما بقولوا ضربت عصفورين بحجر واحد. هي بستخدمها منشان إني أحط عليها طبعا هي الفواحة العطرية، وهي بالمرة كمان بحط عليها شغلات بتناسب ديكور رمضان. وبعد ما عبينا الفواحة العطرية وحطينا فيها زيت عطري، هاد كنت جايبته جديد من $1، ريحته كمان كتير طيبة وفواحة. جيت هون أكمل بقى الديكوريشن تبعيتي. عندي هدول اللوحات شفتوهم بظن بالفيديوهات السابقة، اشتريتهم منشان شي معين في بالي. طبعا يعني الديكوريشن ما بيخص رمضان نهائيا، بس ما بعرف ليش هيك راحت الأيام بسرعة، وعلى هلأ بدي أعلقهم وهلأ بدي أساويهم ونسيتهم وما ساويتهم يعني. فقلت ليش ما استغلهم هلأ بزينة رمضان، فجبتهم والله هيك وفتحتهم وقلت هيك أحط فيهم هدول اللوحات الصغار هيك على طرف على الشمال. هدول في شركة هون حكومية اسمها بوست نورد، هي بتوزع طلبات يعني على كل السويد. هي بتحطهم، يعني هي لفتة منهم تقريبا لمناسبة معينة أو بقدوم فصل معين بيوزعون يعني. فشفتهم كتير حبيتهم، وألوانهم كتير هيك حلوة، صحيح ثلجيات بس كتير حبيتهم ما بعرف ليش. فحبيت أحطهم بهدول اللوحات، فحطيتهم بهي الطريقة. وهي الرسمة الملونة هي اللي شايفين فيها ألوان كتير، هي إلين بنتي بنفس اليوم كانت جايبتها من المدرسة، عاملينهم بالمدرسة وملونتها، فحبيتها كتير كتير، وحسيتها هيك عم تعطي طابع لرمضان شيء مو طبيعي ورهيب. حسيتها هيك رح تعمل ماتشنج كتير حلو مع باقي اللوحات، وهلا رح تشوفوا لقدام. وهي الفازة اشتريتها من $1، وعندي هدول الشمعات كهربائيات يعني، فقلت بحطهم بقلبها. وقت شفتها بالمحل كتير حبيتها، مع ان هي كتير سمبل وعادية وما لها اي شيء، بس حسيتها كتير رح تطلع هيك تعطي جو وتعطي هيك رونق كتير حلو للديكوريشن اللي بدي استخدمه. ما قلت لكم يا صبايا من شوي انه جبت من كل محل قطعة؟ اكيد هلا انتم دختوا معي يعني، ما عدتوا تعرفوا هي من وين وهي من وين. هلا هي الزرعة جبتها من اليسك، كتير حبيتها. اللي متابعني بيعرف بتزيين غرفتي النوم، رحت على السوبر ونزلتكم معي وشفتها وحبيتها كتير، وفي كتير صبايا علقولي انه نور خدية كتير حلوة. فعلا أنا كتير حبيتها وكتير حلوة، بس كانت يعني ما رح تناسب غرفة النوم. فسبحان الله هلأ أجا الوقت وجبتها وحطيتها على هذا الرف. والفازة والعرق الورد كمان جبتهم من اليسك، كمان كتير هيك حبيتهم، هيك بسيطات وسمبل وخفيفات. وهذا الستاند، هذا ستاند شموع، شفته وحبيته، هو هيك حسيته غريب وموديله غريب، كمان من اليسك، كانوا عاملين عليه تخفيضات، سعره 25 كرون. وهون يا صبايا هذا الفانوس السحري، هذا الفانوس جبته من الشي ان. هلا انا للصراحه توقعت حجمه اكبر من هيك يعني،
بس وقت شفت حجمه انصدمت كتير كتير. قال لي جوزي انه رجعي خلص يعني بركي بتدوري على غيره بتلاقي انه واحد انه بيعجبك اكتر. قلت له صحيح صغير بس حبيته انه هيك كيوت كتير حلو. ومعه هاي القطعة هلا اللي حطيتها، هاي وقت اللي بدكم تشغلوا البخور بقلبه بدكم تطفوها بس بتحطوها مشان يطفي البخور يعني ما يعود يطلع لبرا. وجبت هدول كمان يعني علبة بخور كمان من الشيئين. هلا أنا جربتهم وفتحتهم يعني شغلتهم ما شميت له الريحة يعني سبيسيال هيك مميزة، بس إنه كموديل يعني إنه بتشغلوهم بتحطوهم بقلب الفانوس وبطالع هيك بس دخنة يعني. أكيد أغلبكم صرتوا تعرفوني إنه نور ما بتحب تعجب الأشياء، لهيك قلت لكم إنه اكتفيت بس أزين مدخل الصالون والصالون إنه هيك خلاص. أنا بالنسبة لإلي شيء كتير حلو، ما حبيت أحط بالمطبخ أي شيء لأني بتعرفوا بكرة بس يجي رمضان ويعني نقضي نهارنا كلياته بالمطبخ عم نطبخ وبننفخ وهي الشغلات، فإنه شغلات كركبة زيادة عن اللزوم بالمطبخ بتوجع لي راسي، بحس حالي انضغطت وما عاد صفي محل والمطبخ صغر علي. ووصلنا للحظة الحاسمة واللحظة المنتظرة والأحب على قلبي وأكيد قلوبكم اللي هي نشوف النتيجة ونشوف الديزاين ونشوف شو صار في البيت وكيف طلت البيت. هون عم بعملكم جولة هيك ظريفة خفيفة لطيفة وعم بورجيكم كل الزوايا بطريقة معينة. هلأ هون عندكم مدخل الصالون، هذا الستاند اللي عملناه وزيناه. بدي تكتبولي بالتعليقات شو رأيكم، أمانة يا صبايا بدي تكتبولي بالتعليقات شو رأيكم، هل هو حلو ولا أنا كنت كتير أوفر بالزينة ولا لا سمبل خفيفة. يعني انتو شوفوا اكتبولي آراءكم انتو شو رأيكم. وهي هون الزاوية يلي كمان كتير أخذت قلبي. إن شاء الله إذا الله أحيانا وكنا من الطيبين هون رح نصلي صلواتنا ونصلي صلاة التراويح. وهذا الهلال يلي أخذ قلبي. بس ملاحظة صغيرة، شايفين الفيش الكهرباء اللي وراه؟ أنا وعم بصور هون النتيجة النهائية لاحظت إنه هون مكان صار هيك يعني مكشوف والفيش مكشوفة، فأخذت مخدة من المخدات اللي جنب المراي وحطيتهم قدامهم فغطوا الفيش فطلع منظره أحلى. طبعا يا صبايا هدول الديكوريشن اللي جبتهم يعني واللي اشتريتهم في كتير شغلات رح تتم معي لبعد رمضان، يعني مو بس استخدام لرمضان. يعني أنا من الأشخاص المالي مبذرة، يعني بحاول إني قدر الإمكان أعمل تكنيك معين وأحاول يعني إني أساوي شيء مناسب لمناسبة معينة وبنفس الوقت إني أستفيد منها لبعدين. وتقريبا زينة رمضان كلها هلأ الشايفينها ما كلفتني تقريبا شي $60. وأهم شغلة اللي هو هذا الهلال أنا دورت كتير إني أجيب واحد يعني إنه جاهز، بس هو لحاله أشوف مثلا في منهم $20 $30، فيعني أسعار مبالغ فيها، فأنا ما كلفني غير $1. فسبحان الله واحد هيك وقت بيعمل إدارة بزبط الأمور بإمكانيات كتير قليلة. وهون عم بعملكم جولة وطفيت الإضاءة. سبحان الله الإضاءة هيك الخافتة والأنوار هيك واللدات الخافتة بتعطي هيك جو كتير هيك. كيف بدي أشرح لكم صبايا؟ إذا يعني الواحد عنده مشاعر مبعثرة أو حاسس حاله هيك تعبان، بتحسوا هيك هذا التعب كله هيك عم بيطلع منكم، يعني بتحسوا هيك إنه أنتم مرتاحين ومبسوطين. فشوفوا الأجواء سبحان الله. فكانت كتير حلوة وعن جد استمتعت كتير بهذا الفيديو، وهذا الفيديو فيكم تقولوا من أكتر الفيديوهات بكل قناتي اللي أخذ قلبي، وكنت وأنا عم بشتغل فيه كتير مبسوطة وكتير متحمسة. ولهم بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، لنهاية روتين اليوم، وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد وبروتين جديد، وبحبكم كتير. وصبايا بدي دعمكم لنكبر ونكبر القناة مع بعض. خليلي إياكم وسلامات صبايا.